أسعد الله أوقاتكم حبايبي، وين ما تكونون رجعت وياكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وقبل لا نبلش بالفيديو مالتنا أريد لايك واشتراك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. هنا كان عندي يوم عطلة فقعدت سويت ريوق. ريوق على السريع، يعني بدون ترتيب بدون أي شي. لأن كان عندنا بالبيت يعني شغل وصبغ أو يعني هوسة وكذا، فسويت ريوق على السريع لأن كان عندي برنامج إنه أكمله بهذا اليوم لأنه عطلة. كملت الحمد لله، وكملت يعني الصبغ وكذا. وهنا كان عندي مشوار طلعت، وقبل لا أطلع شفت الشجرة مالتي، شجرة البرتقال، وطمأنيت عليها لأن كان أكو يعني عاصفة وأمطار وكذا، والحمد لله صحتها زينة ما بيها شي. طبعا هي الشجرة الوحيدة اللي باقية تقريبا، كلهم ماتوا. وهنا من رجعت من مشواري جبت وياي غدا جاهز، لأن ما لحقت طبعا نسوي الغدا. وهنا حبيت أشوفكم فن وإبداع طالباتي الأمورات الشطورات، طالبات الصف السادس الأدبي. طبعا أنا أخذهم باللغة العربية، بس هذا ما يمنع أنه أشجعهم على الأشياء الإيجابية والحلوة. فهنا هذا رسم الطالبة ليالي هشام. طبعا ليالي هي وأختها اثنيناتهم يرسمون. فهذه رسم ليالي، ما شاء الله عليها. ترسم كلش حلو وسريع بنفس الوقت. ترسم كاركتير، ترسم شخصيات، يعني كل شي تقريبا ترسم. ومستمرة هي بالعمل على لوحاتها وشغلها وكذا. بس أنا قلت لها لا، انتي هسه يعني سادس، خلي تركز على يعني هذا مستقبلهم، خلي يركزون على المعدل العالي إن شاء الله. وبعدها إن شاء الله من يكملون امتحانات السادس بالعطلة، إذا يحبون يمارسون هواياتهم يمارسوها. حلو رسمها متنوع يعني. هذه صورة والدهم، أختها رسمتها. هذه هسه راح نجي على لوحات طالبة ثانية، أفنان ظافر. أفنان ما شاء الله عليها مبدعة بالرسم. مثل ما شفتوا قبل شوية راسمة يعني ضفيرة، تسريحة بنية والشعر والتفاصيل. وهنا راسمة عيون ورموش. وهنا هذه اللوحة من اللوحات اللي كلش حبيتها، اللي هي قبضة ايد. شوفوا المسامات، شوفوا التفاصيل، الأظافر، عن جد يعني مبدعة جدا. هنا راسمة الأذن. طبعا ترسم كل شي، رسم علمي مثلا أعضاء جسم الإنسان، رسم تصاميم شخصيات، كل شي ترسم. هذه حبيتها، من نصفها قلب ونصفها العقل، كلش حلوة. هذه عيون. هنا التصاميم.
هنا شوفوا التفاصيل ايش قد حلوة ما شاء الله عليها. اتمنى الكل يدعم ذولا الطالبات الفنانات، يدعمهم يشجعهم حتى ان شاء الله يطورون من نفسهم ومن رسوماتهم اكثر واكثر. انتهي فيديونا لهذا اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. في امان الله.